صباح الخير وصباح الجمال على قلوبكم الجميلة. النهاردة بقى هنعمل فطار صحي جميل جدا هيعجبكم قوي وسهل جدا وبسيط. يلا بقى نسمي بالله ونبدأ. أول حاجة كده معايا بيضتين هكسرهم كده اهوت، وبعد كده هنزل بذرة كمون صغيرة، وهنزل بمعلقة ونص عجينة طعمية. عجينة الطعمية ديت وحبة ملح صغيرين. عجينة الطعمية دي أنا ممكن بعملها في البيت، وممكن بجيبها جاهزة، بس دي كنت جايباها جاهزة. قلبتهم كويس زي ما انتم شايفين كده. هجيب يعني ربع معلقه سمنه بلدي صغيره، دي اختياري، ممكن تحط زيت زيتون عادي مفيش اي مشكله. دوبت السمنه خالص، وبعد كده هجيب بقى معلقه شوفان زي ما انتم شايفين كده، وارشها في الطاسه. وبعد كده هجيب معلقه ونص كده سمسم، وطبعا السمسم متنقي كويس جدا. وبعد ما فردتهم كده في الطاسه، هنزل عليهم بالخليط اللي انا عملته، اللي هو البيض وعجينه الطعميه. وابتدي بقى كده افرد عجينه الطعميه كويس كده، عشان خاطر يبقى يعني كلها متغطيه. اغطي السمسم والشوفان زي ما انتم شايفين كده، واغطيهم حوالي كده، اسيبهم كده على النار، على نار هاديه لمده دقيقتين بالعدد، واهم حاجه النار تكون هاديه. بعد دقيقتين بقت بالشكل دوت، هقلبها على الجنب التاني طبعا عشان عجينه الطعميه تستوي كويس جدا. وهبتدي بقى ايه اضغط عليها كده ضغطات خفيفه لحد ما اتاكد ان الطعميه استوت. هرجعها تاني، وبعد كده هحط اي نوع جبنه عندي. انا كان عندي جبنه رومي، ممكن تحطي جبنه تشيدر، ممكن تحطي موتزاريلا، فلامنك، اي حاجه انت حباها، او ممكن ما تحطيش نوع جبن خالص. بعد كده باخدها على الجنب ده شويه وعلى الجنب ده شويه، يعني دقيقه هنا ودقيقه على الجنب ده. وبعد كده بطلعها واحطها في طبق التقديم بتاعي، واحط بقى معاها حبة جرجير كده هوت، او اي نوع انتوا خضار انتوا حابينه، وحبة خيار. وكده بقى معانا السندوتش بتاعنا او الفطار الصحي بتاعنا خطير وجاهز، طعمه جميل جدا، جربوه. طبعا ما فيش نشويات خالص، يا دوبك هي معلقه الشوفان ومعلقه ونص سمسم، وعملنا احلى سندوتش خطير. طعميه جميله جدا، وكان طعميه من غير تأنيب ضمير. ولو عجبكم الفطار بتاعي الهيلسي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. باي باي.